ايه هو دايت البي اس ام اف؟ دايت البي اس ام اف ده اختصار بروتين سبيرنج موديفايد فاست، وده نوع من الدايت بتكون تقريبا قاطع فيه نسبه الكارب اللي انت بتاخدها، وبتقلل فيه السعرات على مدار اليوم ل 1000 سعر حراري او اقل. كمان بتاخد كل السعرات دي من البروتين زي اللحمه او الفراخ او السمك، وبتاخد الكارب من مصادر غير صريحه زي الخضار. وعشان تقدر تنفذ الدايت ده بشكل مظبوط بتقسمه لمرحلتين. اول مرحله واللي هي بتكون تقريبا قاطع فيها كارب، لانك بتاخد 20 جرام لحد 50 جرام كحد اقصى في اليوم من الكارب. وزي ما قلت لك في الاول، انت بتاخد ال 20 جرام او ال 50 جرام دول من مصادر غير صريحه زي الخضار. كمان لازم تكون فاهم، او المدرب اللي معاك يكون فاهم، انت جسمك محتاج نسبه بروتين قد ايه بالظبط على مدار اليوم، لان النظام ده غلطه واحده فيه كفيله ان هي تدمر لك كل اللي انت عملته، كفيله تبوظ لك كل النتائج، وكمان تعمل لك مشاكل كبيره. وعشان جسمك ما يعملش ووتر ريتنشن لازم ترفع نسبه الميه والملح في اليوم، لان انت بتكون مقلل الكارب او تقريبا بتكون منعه. لان زي ما انت عارف ان الووتر ريتنشن بتعمل نتيجه لثلاث حاجات هم اللي بيكونوا مؤثرين في العمليه دي، وهم الميه والصوديوم والكارب. لازم لما بترفع حاجتين منهم تقلل حاجه والعكس. يعني مثلا انت في الدايت ده بتكون مقلل نسبه الكارب زياده عن اللزوم، فانت هنا لازم ترفع نسبه الميه والملح عشان جسمك ما يعملش ووتر ريتنشن. طب لما بترفع الكارب بتقلل الصوديوم لاقصى حاجه ممكنه، ترفع برضه نسبه الميه. لازم تكون عارف ان انت ما ينفعش تمشي على الدايت ده برضه فتره طويله، لان انت بتكون عامل عجز كبير في السعرات الحراريه، واللي بدورها هتاثر على جسمك وطاقتك بشكل عام. ونيجي بقى للمرحله المهمه تسمى بالريفرسنج دايت، وهي ان انت بترفع نسبه الكارب بشكل تدريجي عشان زي ما قلت لك تقدر تحافظ على النتائج وجسمك ما يتاثرش بطول فتره قطع الكارب دي. طيب انت هنا ممكن تعمل الريفرس دايت ده بطريقتين. اول طريقه، انت ممكن تمشي على المرحله الاولى 5 أو 6 شهور كحد اقصى، واللي بيكون فيها قطع الكارب ومقلل السعرات الحراريه ورافع نسبه البروتين ومعتمد على سعراتك الحراريه من البروتين بس. وبعد ال5 أو 6 شهور دول تقدر تعمل ريفرسنج دايت، بس هيكون على فتره اطول شويه. وبرده لازم تكون عارف ان انت لازم تزود الفات والكارب بشكل تدريجي عشان جسمك ما يتاثرش وتبوظ كل النتائج اللي انت عملتها. لان انت لو رفعت كارب مره واحده جسمك هيعمل رد فعل وهيخزن دهون وهيخزن ميه. او ممكن تيجي للطريقه الثانيه، واللي هي بصراحه انا شايف ان هي احسن، ان انت تمشي 5 ايام على المرحله الاولانيه اللي هي بتكون قاطع كارب ومقلل سعراتك الحراريه، وبتاخد كل السعرات من البروتين، وبتاخد نسبه الكارب القليله دي من الخضار. وتيجي يومين بس في الاسبوع، اخر يومين بترفع فيهم نسبه الكارب بشكل تدريجي عشان تعمل ريفرس دايت، عشان جسمك يقدر يحافظ على النتيجه، وفي نفس الوقت تقدر تطور منه لما ترجع للنظام ده. ولازم تكون عارف ان انت في المرحله دي لما بترفع نسبه الكارب لازم تقلل نسبه البروتين بشكل تدريجي. يعني انت بترفع الكارب وبتقلل البروتين عشان جسمك يتاقلم ان انت بدات تعتمد تاني على مصدر الكارب كمصدر للطاقه في جسمك. استنى الجزء الثاني اقول لك ايه المشاكل بتاعت الدايت ده وازاي تقدر تتجنبها.